أحد المهاجمين كلهم حاضرين نجوم النصر، الأساطير مثل ماجد عبد الله موجود معك في الاستديو، واحد من ألمع النجوم اللي مروا على نادي النصر، الكويتي الشهير بدر المطوع. واحد عفوا الله يسلمك، مشكور. شلون؟ مشكور بخير. أنا ما أدري وش حد اعترضني. طيب أوكي، كيفك كابتن؟ والله بخير. حضرت اليوم يعني تتويج النصر، بالتأكيد هالجمهور كله كان يتمنى أنك موجود معاهم داخل الملعب. ظليت يعني عشق بالنسبة للجمهور النصراوي إلى الآن، شفنا حتى وانت داخل مع بداية دخولك الجمهور كيف يحب بدر، يتمنى أن بدر اليوم موجود على أرض الواقع. الحمد لله على كل حال، مبروكين للأمة النصراوية الفوز بدوري عبد اللطيف جميل وكأس ولي العهد، موسم ولا أروع. مبروك لكل جماهير نادي النصر، مبروك لسمو الأمير فيصل بن تركي على يعني الموسم الرائع اللي قدموه. تعبوا رجال النصر لكن نالوا بالأخير بطولتين بجدارة واستحقاق، يستاهلون الجماهير الوفية. هذا أبسط شيء يقدمونه لهم إخوانهم اللاعبين. إن شاء الله نتمنى المواسم القادمة يظل نادي النصر يحصد بالألقاب إن شاء الله موسم عن موسم. أكيد يمكن أنت مثل ما قلت قصة الحب أو الجماهير، هذه الجماهير يعني من صفاتها الوفاء، وهذا أقل شيء نقدر نقدمه لهم، الحب المتبادل اللي بين لاعبين وبين جماهير نادي النصر. صراحة أنا اليوم وايد فرحان. بدر، حضورك اليوم دليل انه في قلبك حب كبير للنصر. اكيد طيب، ما في شك. بصراحه يعني اعطني اياها على بلاطه كذا، هل من الممكن نشوفك الموسم الجاي ترتدي شعار النصر من جديد داخل ملعب؟ اكيد الكل يتمنى يعني هالشيء، وانا واحد من الناس لي الشرف في كلام لي الشرف ان انا امثل نادي النصر مره ثانيه، وايضا نلت هالشرف ان انا مثلت نادي النصر بالسابق، فهذا شرف كبير لي، وان شاء الله الايام تبين. يمكن الموسم الجاي ما تدري ايش اللي وجودك اشاره، وجودك اليوم اشاره. لا اليوم انا جاي عشان التتويج صراحه. ما يمكن نشوفك. انا اليوم جاي عشان احتفل مع جمهور النصر مع اخواني اللاعبين. شكرا.